النهارده الاهلي بيعود لبطولة الدوري، البطولة المحببة للنادي الاهلي وجماهيره. مش بس بيعود، ده بيعود ب5 اهداف. النهارده الاهلي قابل بلدية المحلة في ماتش مؤجل من الجولة ال5، فعشان هو مؤجل من الجولة ال5 جاب 5 اجوال في بلدية المحلة وتسيد الماتش من اول دقيقة لاخر دقيقة، واثبت ان هو جاي سفاح مش هيرحم حد، اللي هيقابله هيكسبه، مش هيرحم حد. وفي ناس تقول لك اصل بلدية المحلة ضعيف، اصل لا، الاهلي من الدقيقة الرابعة وبيجيب اجوال، سهل الماتش على نفسه، وبقى الماتش بالنسبة له كأنه فسحة، جاي يتفسح ويستمتع بالكورة. جايين يتفسحوا ويستمتعوا ويمتعوا الجماهير اللي في الملعب والجماهير اللي بتتفرج على الشاشات. ما تقعدش تقول اصل الماتش سهل، لا، في فرقة تانية بتقابل بلدية المحلة وبتتغلب وبتتعادل، لكن هو سهل الماتش على نفسه وكان عارف هو داخل الماتش يعمل ايه. جاب 5 اجوال، خد ال3 نقط، ادى ثقة للاعيبة كتيرة زي النهارده وسام ابو علي جايب جولين وجايب جول في الدقيقة الرابعة، واثبت ان هو مهاجم تقيل ومفروض كهربا يقلق منه. وسام ابو علي مهاجم كبير وسريع وهداف وهيفرق جامد مع النادي الاهلي. حتى مودست لما نزل جاب جول. صراحة النهارده الاهلي قدم اداء الدفاع والوسط والهجوم، بس عبد المنعم عمل كرة كده غلطة كانت ممكن تكلف الاهلي جول، بس عدت على خير. لكن كل تيم الاهلي بيلعب بروح واحدة، بس في واحد كده مميز في تيم الاهلي اللي هو امام عاشور. امام عاشور النهارده بساط، قطع كور، بيلعب بمزاج عالي، لعيب موهوب فعلا، رمانة ميدان نص الملعب. ما اعتقدش ان في حد في مصر بيلعب نص ملعب زي امام عاشور ما بيلعب. بيقطع وبيباصي صح، وبيباصي في المكان الصح، يخلي اللاعب يروح انفراد ويجيب جول. النهارده خد راجل المباراه امام عاشور، يستحقها عن جداره. هو اقوى واحد في النادي الاهلي، التيم كله هو اقوى واحد، هو اللي بيحرك الفريق كله، هو امام عاشور. الاهلي النهارده بيقول اللي هيقابلني في الدوري هخلص عليه بالاجوال بالاهداف. مبروك للنادي الاهلي النتيجه والاداء، والفتره الجايه الفريق اللي مش هيركز هيضيع. الاهلي بيقول اللي هيقابلني هجيب فيه جوال وهخلص. اتمنى الفتره الجايه